حل مشكلة عدم فتح صفحة الراوتر عشان حابب ادخل اعمل اعدادات الواي فاي عشان الناس كلها معايا الواي فاي، وانا مش عارف ادخل على صفحة الراوتر رغم ان انا بفتح المتصفح وببدأ اكتب 192.168.1.1 ونفس المشكلة بتجيلي صفحة فاضية. طب احل المشكلة دي ازاي؟ يعني انا دلوقتي عايز ادخل على صفحة الراوتر، كل ما بكتب بيجيب لي صفحة فاضية او بيجيب لي صفحة كده بيقول لي فيها كلام مش مفهوم. طيب لو لسه جديد معانا في القناه ادخل اشترك في القناه وفعل زر الجرس على الكل، وان شاء الله هخليك في الفيديو ده تقدر تفتح صفحه الراوتر بكل سهوله. كل اللي عليك هتفتح المتصفح زي ما انا فاتح كده، تمام، وهتبدا تكتب 192.168.1.1 بوينت اللي هي النقطه او الدوت، تمام. بعد كده هقول له انتر، هيبدا يفتح كده معايا تحذير امامك خطر امني محتمل، تمام. فاحنا هنسيبنا من الكلام ده كله، هنيجي عند حاجه اسمها متقدم. شايفين دي متقدم، وممكن تيجي عندك اعدادات بس، وممكن تيجي عندك متقدم بس، وممكن تيجي اعدادات متقدمه، تمام. فبالتالي انا جات له متقدم، هبدا اضغط عليها وهبدا انزل. هنا بيقول لك ايه؟ هناك من يحاول انتحال هويه هذا الموقع ولهذا عليك لا تتتبع وتفتحه. هبدا اضغط واقول له ايه؟ اقبل المخاطر فتابع. هبدا اضغط عليه بس كده. شايفين فتحت معاه صفحه الراوتر بكل سهوله. في ناس بقى اللي هي بتقلق والكلام ده كله، طالما فتحت معاها صفحه الراوتر هتبدا تكتب بقى اليوزر نيم والباسورد اللي هم في ظهر الراوتر. اليوزر نيم والباسورد اللي في ظهر الراوتر هتبدا تكتبهم هنا، وهتبدا تدخل على الاعدادات وتبدا تعمل الاعدادات بتاعه الراوتر بتاعك بكل سهوله، مفيش اي مشكله اهو زي ما انتم شايفين. طبعا لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل. اشوفك في فيديو جديد، ولو في اي استفسار او اي اسئله سيب لي تعليق اسفل الفيديو، انا برد على كل التعليقات. سلام.